السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عسل منزلي ناجح 100%. سهل، مكونات ديالو جد بسيطه، بدون اضافات، بدون كثره المكونات. غادي نحصلوا على عسل يعني كيجي رائع وكيجي شاد في المعسلات، ما كينزلش بسرعه، كذلك ما كيرطبناش البريوات ولا لي سيجار. غنشارك معكم جميع الاسرار لنجاح هذا العسل هذا. واكيد الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على مربع الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتنا. خليكم مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 2 كيلو ديال السكر اما تستعملوا هذا ديال القالب ولا السكر الخشن يعني سكر حبيبات يعني سنيده، ولا تستعملوا مربعات ديال السكر بحال المهم الوزن 2 كيلو من السكر. عندي حبه من الليمون ولا الحامض يكون مقطع شرائح وكنتخلصوه من العظم ولا من النواه ديالو. غادي نحتاج عويدات ديال القرفه يكونوا مغسولين كيف ما كتشاهدوا. غادي نحتاجوا ايضا المسكه الحره، غنحتاجوا واحد 3 ديال الكويرات ولا 4 الكويرات صغار ديال المسكه الحره، هي هذه هانتوما. كذلك غادي نحتاجوا الملح، واحد الرشه خفيفه من الملح، ونحتاجوا لتر من الماء. هنا غنستعمل الماء الساخن باش دغيا كيذوب لنا السكر كيف ما كتشاهدوا. هنا غادي نوضع لتر من الماء فوق هذا السكر هذا، وكيف ما قلت لكم الماء ساخن. جوج كيلو من السكر مع لتر من الماء الساخن. غادي نضيفوا له شرائح ديال الحامض، حامضه مقطعه شرائح. غنضيفوا عويدات ديال القرفه، 3 د العويدات صغار ولا 2 كبار. غادي نضيفوا هنايا شويه ديال المسكه الحره بلا ما نطحنوها، غادي نديروها طيب هي غادي تطلق. كذلك غادي نضيفوا واحد رشيشه خفيفه ديال الملح كيف ما كتشاهدوا. دابا غادي نخلي السكر ديالي يذوب تقريبا 10 ديال الدقائق ونتلاقى معكم باش نتموا باقي المراحل. هنا كيف ما كتشاهدوا غادي نخليو حتى كيذوب السكر تماما، وهنا راه القرفه بدات كتطلق لان الماء ساخن جدا، داكشي كيتحول اللون. غنشعل الان النار تكون مرتفعه ونخلي حتى كيغلي الخليط. وهنا في الاخير غادي نحتاج روح ماء الزهر غنحتاجو قطرات فقط، ما كنديرش ماء الزهر لان كنضيفوه حتى الاخر وكيبقى الماء في العسل وكيرطب لنا البريوات. كيف ما كتشاهدوا هنا الطنجره بدات كتغلي، غير تبدا تغلي غادي نغطي الطنجره ديال الضغط، كنوضعوا الصفاره ونخليوها حتى كتبدا تصفر، وكنحسبوا المده ديال 45 دقيقه على نار متوسطه. نعاود، هو دابا غادي نسدوا الطنجره الضغط، نوضعوا الصفاره، مجرد ما كتبدا تصفر لنا الطنجره كنحسبوا 45 دقيقه. وهنا كيف ما كتشاهدوا عندي 6:30 مع 7:15 ولا 7:16 دقيقه تقريبا. دابا غنفتح الطنجره ديال الضغط والنار راها كانت متوسطه ماشي مجهده. وهذا الشكل ديال العسل راه مازال سخون. دابا الدليل ان العسل يعني صبح واجد هو اللون ديال العسل اولا، وكذلك اللون ديال شرائح الليمون. شوفوا كيفاش كيصبحوا يعني بحال الليمون المجفف، ما كيبقاش الماء نهائيا في داك الشرائح ديال الليمون. دابا غادي نخلي العسل ديالي حتى يعني اليوم الموالي في الصباح غنوريكم الشكل ديالها من بعد ما تبرد. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا. ما تصوروش المذاق ديالها شحال كيجي رائع جدا، بالاخص داك المذاق ديال المسكه الحره كيجي ممتاز. وفاش كتكون كطيب كتعطي يعني
الريحه ديالها بزاف. ومساله اخرى هو انني فاش فتحت الطنجره ديال الضغط والعسل كان واجد، ضفت 2 قطرات من روح ماء الزهر. ومساله اختياريه، تقدروا تخليو غير المذاق ديال المسكه الحره حتى هو كافي بلا ما تضيفوا ماء الزهر، لاننا كنديروه في العجينه ديال المعسلات. هادشي اللي كاين. هذه هي الطريقه ديال العسل. غير ضبطوا المده ديال الطهي. في حاله ما يعني لقيتوا العسل ديالكم طب بزاف، كتزيدوا له القليل من الماء الساخن وتعاودوا تغليوه شويه، ولكن من الافضل ضبطوا الوقت باش ما تزيدوش في الاخر الماء، لان داك الماء يقدر يخسر لكم المعسلات ديالكم. مساله اخرى هو الا كان خفيف تقدروا تغطيو الطنجره بلا ما ديروا الصفاره، غير تغطيوها وتخليوه يزيد يغلي شي شويه حتى كيوصل القوام اللي بغيتو. هنا واخا يبان لكم العسل ثقيل، راه هكذا خاصو يكون، باش مني كنديروا فيه المعسلات السخونه كيزيد يتطلق شي شويه، وفاش كيبرد داخل المعسلات كيبقى شاد راسو ما كيرجعش ينزل. هذا هو السر. كنتمنى الوصفه تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش عمل لايك للفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم الان والى فيديو اخر باذن الله.